راح يتناول مجموعة من النقاط، يعني نقاط صغيرة هي أكثر إجابة عن تساؤلات، منها مع إعطاء بعض آخر التطورات. آخر التطورات هو أنهم في اتصالات الآن ما بين الجنرالات بعض الأشخاص اللي محسوبين على أنهم ما همش من النظام ولم يكونوا مع النظام على الأقل لفترة معينة. وهذا الأشخاص ربما مش راح نقول الأسماء الآن، ربما نخلوها الغدوة أو بعد غدوة، يعني حتى نخلوهم يشتغلوا معهم، يعني حتى نخلوهم يشتغلوا معهم وما تكثرش الأقاويل إلى آخره. لأن احنا الهدف في نهاية المطاف الهدف أن أصحاب القرار كما يسمون كبار جنرالات يقومون بما يجب أن يقوموا به، كما قلتها لهم البارح، قلتها لهم على مدار أشهر وسنوات، وهو تسليم الأمر للشعب، والشعب هو صاحب القرار. ففي اتصالات مع مجموعة أشخاص. كاين أشخاص اللي كانوا حتى من قبل 91 أو غادروا النظام قبل 92، وفي أشخاص اللي راهم يتصلوا بهم الآن ومرتبطين يعني في نقاش. الله يبارك في النقاش وربي يسهل الأمور. سنتحدث عن الأسماء ربما في وقت قريب، لكن اللي يهم أكثر من الأسماء هو لماذا هذا الحديث معهم ولماذا هذا النقاش. إذا كان هذا النقاش وهذا الحديث المقصود منه أن يكون هناك تفاوض لكي يسلم الأمر للشعب، هذا أمر جميل، سنراقب ذلك عن قرب. أما إذا كان منه هو الهدف التسويف، تضييع الوقت كما تعودوا، المخادعة، المكر، فهذا سنواجهه وبقوة في الوقت المناسب أيضا إذا ما اتضح لنا ذلك مؤكدا. إذن لن أعلق هذا الموضوع كثيرا، أردت فقط أن أعطيكم أنه يجري حديث مع أشخاص، نحن غير معنيين بهذا الحديث ولسنا موجودين فيه، لا أنا كشخص ولا حركة رشاد ولا الناس القريبين منا. يعني النقطة الثانية هي الإضرابات والاحتجاجات اللي راهي في عدة أماكن. مثلا غدا راح يكون فيه إضراب مهم ومؤثر جدا سيقوم به إخواننا في أرزيو، ميناء أرزيو. غدا سيتعطل فيه الخدمة تقريبا كلية، ربما تبقى في حدود 5% أو 10%، وسيكون الإضراب لمدة يومين. يبدأ غدوة على 8 الصباح وينتهي مساء بعد غد، أي مساء الأربعاء ليلا. الهدف هو تقريبا مش 48 ساعة، تقريبا تقدر تقول 40 ساعة. يعني الهدف هو القول لهم من أنكم إذا بقيتوا في هذا التسويف وفي التعطيل فإن طرق الاحتجاج، طرق المقاومة ستتصاعد نسبيا تناسبيا، يعني جراديال، تدرجا. الهدف نحن ليس الإضرابات وسيلة، الاحتجاجات وسيلة، المظاهرات وسيلة، النقاشات، كل هذا الضغط وسائل هدفها الرئيسي والأساسي الشعب الجزائري يسترجع حقه في تقرير مصيره، حقه في اختيار حكامه، حقه في اختيار مشروعه الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الثقافي، وفق تضامن وترابط وتوافق اجتماعي شامل، يكون الجزائريين يقرروا مصيرهم وليس كمشة من الأفراد تقوم بذلك. إذن هذا واحد فقط من الإضرابات، يعني كان إضرابات أخرى، لكن هذا واحد. وعلاش هذا مهم؟ لأن هذا سيوقف البترول والغاز نقله من أرزيو. اليوم كان فيه توقيف للميناء أرزيو أيضا، لكن هذه المرة اليوم كان من طرف البطالين، شباب أرزيو البطال أوقفوا الميناء أعتقد لوقت طويل جدا، يعني إذا موش للنهار كامل. يعني إذن هذا هو فغدا هذا إحدى طرق التصعيد. ستكون هناك طرق أخرى، وطبعا لما أرزيو يتوقف فمعناها كل الإنتاج
اللي يبدا من الابيار، يبدا من ابيار البترول في اقصى الصحراء، في ورقله، حسي مسعود، في حسير الرمل، يتوقف، لانه باختصار بسيط ما عندهمش كفاءه كبيره لستوك، وحتى لو كان يكون عندهم باش يديروا شويه ستوك راح يتغلق. فهذا يؤدي الى سلسله من توقفات العمل في هذا المجال. صراحه نحن لا نريد ذلك، لكنهم يدفعون الشعب لذلك. يعني هذا التطوال الآن داخلين على أكثر من داخلين الشهر الثاني، فتنا 30 يوم، غير معقول. غير معقول أنكم تقولوا أننا مع الحراك ومع تحرك الشعب وهذه المظاهرات الحضارية و في الخطاب، لكن في العمل تقومون بالعكس تماما. تخوفوا في الناس اللي راهم يتظاهروا ويحتجوا، خاصة العمال. تحاولوا تطردوا بعض القضاة وبعض المحامين وبعض الإداريين وبعض الجامعيين، وحتى في اللي معتقل، يعني من بعض الشباب اللي اعتقلوا. تقومون أو يقومون كثيرين بتهريب الأموال. ما زالوا يصدرون القرارات مع أن ما فيش حكومة، لكن ما زال القرارات تصدر من عند وزراء المفروض أنهم في حالة استقالة ولا يوجد لهم قرار اتخاذه. الضغط على أئمة، الضغط على قضاة، الضغط على إداريين، هذا غير مقبول. الضغط على ضباط، على شرطة، هذا غير مقبول. هذا ما غير مقبول. معناه أنكم تتحايلون وتكذبون. نحن لن تتلاعبوا معنا. يعني الناس إذا شافتكم بهذه الطريقة، الناس كلها راهي تطالب اليوم. والحقيقة جاتني رسائل عديدة جدا من شباب الحراك ومن الناس اللي مشرفين على الحراك، أنهم يقولوا التصعيد. إخواني، أنا مع رأي تصعيد المتدرج، هذا مهم جدا. تصعيد المتدرج، لا بريسيون غراديال، كونفرونتاسيون غراديال، باش لأن الهدف ماهوش هو هذا. الهدف هو أنهم يسمعوا. إذا من بين طرق هذا التصعيد هو هذا اللي سيحدث غدا في أرزي وسيحدث في أماكن أخرى، لكن في الوقت الراهن مش راح نتكلم عليها، سترونها، تسمعون بها غدوة بعد غدوة. ونصيحتي، يعني ها ولد قدور اليوم يتكلم، ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناتراك لمن لا يعرفه، اليوم يتكلم ويقول احنا ما اتخذناش حتى قرار ضد اللي ظاهروا، ضد اللي احتجوا، بالعكس سوناتراك. لا يا ولد قدور، راك ماك جايب الخبر. يا اما راك تكذب يا اما ماك جايب الخبر. هناك ضغوطات تعملت على بعض، اقول بعض صحيح مش كل مكان، لكن على بعض العمال، بعض الاداريين، بعض الموظفين داخل القطاع اللي انت فيه. وما تبقاوش تستعملوا الدوبل لونجاج هذا نتاع تعطونا كلام حلو في العلن وتقوموا بالشر كله في السر. وأريد مرة أخرى أن أجدد وأقول إلى كل هؤلاء اللي عندهم ليكسيد زال، هذول اللي راهم يزيدوا عليها، مدراء، ولات، قضاة كبار، وزراء، إداريين كبار، مدراء في سوناتراك، ما تبقاوش تبالغوا، لأنه باختصار بسيط أسماءكم كلها ستعرف وستنشر. اللي راه يقوم بضرب وتهديد الناس لأنهم يحتجون أو يتظاهرون أو يغضبون أو يوقفون العمل، معناها راه لا يريد لهذه البلاد أن تتحرر. معناها راه يدعم في العصابة ويريد لهذه البلاد أن تستمر في الرداءة، في الفساد، في الضياع، وفي أموالها تنهب. معناها راه واقف ضد إرادة الشعب، ومن يقف ضد إرادة الشعب ستتم الإطاحة به وسيحاسبه الشعب حسابا عسيرا جدا بعد رحيل العصابة. إذن إخواني، نقول لكم إخواني، يعني مهما كانت مناصب مسؤوليتكم، موش يقولوا، موش حتى القايد صالح يقول راني مع الحراك، موش يحيى القذر قبل ذلك قال أنه مع الحراك، موش بدوي الآن تافه هذا يقول أنا مع الحراك، كلها يقولون. إذا انتم ما تبالغوش. واذا جاء واحد وقال لك علاش ما تاخذش قرار ولا بعث لك قرار بالتليفون، قول له ماشي تليفون، اكتب لي رسميا وثيقه رسميه باش تكون بروتيجي، يعني باش تكون محمي. لانه هما ماشي يدخلوا ويتكلموا كلام جميل، يعطونا كلام جميل وللشعب كلام جميل، ولكن في الاصل يقومون بافعال بشعه ويهدوا الناس. اذا التهديدات راه غير مقبوله، واللي تجي منه انا قلت لكم الشعب راه سيحاسب حسابا عسيرا. يعني هذا مش تهديد، هذه نصيحة وإنذار لمن لا يسمع.
كانت اليوم أيضا بدأ خطاب وبدأت بعض التحركات، لأن الناس فاقت وفهمت بأن الأموال راهي تهرب وتهرب بشكل كبير جدا. فكان في حديث، كان في حتى حديث من عند نقيب المحامين، نتمناه إن شاء الله أنه يكون صح مع الشعب هو الآن، ومع بعض المحامين، مع بعض القضاة، بدأ في حديث. هذا يا إخواني هذا مش محاسبة، احنا لسنا في صدد المحاسبة الآن، وخلوا موضوع المحاسبة هذا بعيدا عن الحديث الآن. احنا في وقف النزيف الأموال، تهريب الأموال اللي تقوم به العصابة. هذه مسؤولية رؤساء البنوك. رؤساء البنوك اللي يقوموا بالإمضاء أو توقيع على تهريب الأموال، هذه راهي مسؤولية جنائية كبيرة، راهي ما فيهاش لعب. حتى القانون اللي حالي الآن يقدر يطبق عليكم ب20 سنة سجن، يعني أقل شيء. كل من يسمح، سواء كان في البنوك، في الدرك، في أي جهاز من أجهزة الدولة، وزارة المالية، كل من يسمح بتهريب المال العام الآن، هذا راه يرتكب في جريمة مطلقة. هذا إعدام ولن يكفي في المستقبل، لكن طبعا بقرار قضائي، لأن هذا راه قوت الشعب الجزائري، وراهم هما نهبوا الملايير والملايير والملايير. وراهي اللي يحب يشوف يروح يشوف واش كاين في دبي وابو ظبي وفي جزر مانيش عارف المالديف وفي اليكونت وفي ايطاليا وفرنسا وبريطانيا شراو باموال الجزائريين كل شيء. وتبييض الاموال. وعلى نقطة تبييض الاموال اقول خاصة للحكومة الاسبانية، من فضلكم يا حكومة اسبانية، اذا انتم راكم موقعين على قرارات في الاتحاد الاوروبي وحتى على المستوى الدولي بعدم قبول تبييض الاموال، لكن راهي الاموال تهرب اليكم بشكل كبير جدا. اذا كنتم ما عندكمش خبر، بالنسبه للحكومه الاسبانيه اللي ما عندهاش خبر بهذه الاموال اللي راهي تهرب اليها، فعليها ان هذه كارثه، ان حكومه لا تدري ما يجري على ارضها. لكن اذا كان عندها خبر، فهذه راهي مشاركه مع الناهبين للاموال. ندعو كل الحكومات، خاصة الحكومات اللي راهي ترسل إليها أموال بشكل رهيب، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، طبعا لا نتحدث عن الإمارات، لأن الإمارات هو بلد لنهب أرزاق الشعوب ولتبييض الأموال نتاع كل الطغاة، سواء في المنطقة هذه أو في مناطق أخرى من العالم. نتحدث عن الدول اللي تعتبر نفسها أنها دول متقدمة وعندها دولة قانون قوانينكم تحرم عليكم وتحرم على أي شخص تبييض الأموال أو قبول أموال من مصادر غير معلومة. أنا موجود هنا في بريطانيا، أحيانا تروح تفتح حساب يسألوك 57,000 سؤال، وإذا حطيت فيه بالك 1000 باوند أو 2000 باوند يبدأوا يسألوك، ولا طبعا فوق 5000 باوند 70,000 سؤال. إذن هذه الدول الغربية بشكل أساسي عليها أن تأخذ كافة الاحتياطات لكي لا يتم تهريب البشع اللي راه يتم الآن للأموال الجزائريين. كانت فيها أيضا بعض الأسئلة اللي طرحت على قضية لا فولكلوريزاسيون هذه وطريقة الفولكلور اللي راهم يديروا فيها للمظاهرات. قلنا هذه يجب أن تتوقف. تكلمتكم البارح على الفوفوزيلا، هذه الأبواق، هذه أبواق الهدف منها هو كسر الحركة، كسر الحراك، كسر الانتفاضة، ملء بالصداع إلى آخره. وتكلمنا البارح كيف يجب أن يكون. نتمنى من خاوتي اللي سمعوا البارح هذاك الفيديو يقطعوه في 5 دقائق أو 6 دقائق وينشروه على أكبر عدد ممكن من الصفحات باش تعود الأمور واضحة. أيضا من حين لآخر راني ربما نتكلم على موضوع هنا أو هناك، من اللي يحب يقطع منه دقيقتين 3 4 وينشرها فجيد، ولا بعث لي وكان عندنا وقت والمساعد شاف الفيديو راح أيضا يقدر ينشره. يعني المهم باش توصل الأفكار إلى أكبر عدد ممكن من الناس. في سؤال آخر أيضا أو معلومة قيلت لي أنهم بدأوا يمنعوا بعض الصحفيين، يعني خاصة صحفيين فرنسيين، من التصوير في الجزائر. هذا خطأ إخواني. الصحافي مش هو المشكل، والصحافي مش هو العدو ومش هو الخصم. الصحافي راه يدير في شغله. صحيح بعض الصحفيين ما يقوموش بطريقة مهنية، وربما حتى بعض الصحفيين اللي هم قد يكونون جواسيس، هذا كله معروف، لكن هذا مش هو الأصل في الأشياء. هو صحفي يقول أنا صحفي فهو صحفي، راه يشتغل ويصور ويدير، إلا إذا كانت أمور فيها واضحة
أن فيها جوسسة مباشرة، ولا الواحد اللي يتكلموا معاه يقول لهم لا سامحوني أنا مش حنتكلم في هذا الموضوع. لكن ما تمنعوش الصحافة، لأنه على الأرجح هذو مو الشباب الانتفاضة اللي هم يمنعوا في الصحافة، حتى وإن ظهروا وكانوا شباب متحمس. هذو في الغالب هم المخابرات وعناصر المخابرات وجماعة الكاشير والفرنجية هذو تاع المخابرات اللي يدخلوا بأسماء يتقمصوا على أساس وكانهم شباب نتاع الانتفاضة نتاع الحراك، ولكنهم في واقع الأمر هم ينفذون في خطط جهنمية. وجود صحفيين في البلاد الأجانب بشكل خاص، لأن للأسف الأبواق الصحفية هذه سيئة جدا في الجزائر إلا من رحم ربك. أنا لا أتحدث على الصحفيين، أتحدث على ما يسمى بالمنظمات الصحفية والمؤسسات الصحفية هذه كلها، على استثناءات بسيطة، وبعضها راه بدا الآن شوي يكون في طريق أفضل. يعني مثلا الخبر الآن راهو ربما أحسن من فترة فاتت يعني بالعربية. الوطن أيضا ليس سيء الآن مقارنة مع فترة فاتت مثلا، لكن القنوات الأخرى وكذا صراحة ما زالت تشتغل، لكنها طبعا كان اللي خبثهم أكثر. إذا كانت قناة العار مباشرة حتى هي وهي تقول الآن أنها تنضم للشعب وأنها راهي تقوم بدس السم في العسل وتقوم بخبث كبير جدا لتدمير هذا الموضوع، فالقنوات الأخرين راهم لا يبتعدون عنها يعني، لكن فقط ربما ما يبانش عليهم كثير. نصيحة لإخواني، لا تشاركوا في برامج قناة العار، لا تشاركوا في برامج، حتى كون يقول لك اروح نعطيك التلفزيون ليك لا تشارك فيه. هما راهم حابين يجيبوا وجوه اللي هي ما زالت مقبولة شعبيا، أو كانت تقاوم أو كانت تناضل، أو ويديروها ديكور، يجيب لك وجه مليح و70 وجه قبيح من نتاع اللصوص والمرتزقة هذا. نصيحتي لكل من سألني، لا تشارك بأي حال من الأحوال مع قناة النهار، لا في جريدتهم ولا في تلفزيونهم، ولا لما يجوا يسألوكم، ولا قل لهم روحوا بعدونا، أنتم لستم صحفيين، أنتم مرتزقة بكل أسف يعني. أما الصحفيين الأجانب فأعيد وأكرر، الصحفيين الأجانب وجودهم مفيد ومهم، حتى لا قدر الله لو كان هذه العصابة تجي ترتكب أخطاء ولا جرائم يكون كاين الصحفيين الأجانب، لأنهم يخافوا غير من الصحفيين الأجانب. نظامنا يرتعد من أسياده من وراء البحر فقط، وحتى هذا الفتح اللي أعطاه فيزات للأجانب راهو جاء بضغط أمريكي. الأمريكيين قالوا لهم باش ندافعوا عليكم وافتحوا الصحفيين، لأن مهما كان تبقى الولايات المتحدة ما زالت فيها مؤسسات إلى آخره تحاول أن تدافع عن الصحفيين إلى آخره. الآن فيه أيضا إذا موضوع الأجانب عموما يعني، سواء سفارات، دبلوماسيين، قنصليات، أعلام، نعود نكررها لهم تاع الأعلام، صحفيين، نتعامل معهم بأفضل الطرق الممكنة ونوروا لهم الكرامة تاع الجزائريين، الشهامة تاع الجزائريين، الأخلاق تاع الجزائريين. وصراحة الإعلام العالمي راهو معنا، الإعلام العالمي راهو مع الشعب الجزائري إجمالا يعني. وكنا دائما قلنا دائما المبدأ هو كالتالي: البادئ الخير بالخير والبادئ أكرم، والشر بالشر والبادئ أظلم. اللي يتعامل معنا بخير نكون احنا أكرم منه، اللي يتعامل معنا بالشر نكون احنا ربما أظلم منه يعني. النقطة الأخرى قضية الإضرابات وقضية الفاكتير، خاصة قضية عدم دفع الفاتورات، وبدات في بعض الأماكن. أنا مع رفض دفع الفاتورات الآن، هذا طريقة من طرق التصعيد. نبداو ما ندفعوش فاتورات ما عدا فاتورة الانترنت، حتى لا يلقوها سبب باش يقطعوا الانترنت على الناس. هما راهم يخفضوا الانترنت الوقت اللي نتكلم فيكم معاهم، بمجرد ما يبدا اللايف يبداو يخفضوا في الانترنت. انا عارفين هذا الشيء، وراهم يتلاعبوا بالانترنت، وما راهمش يعطوا للناس حقوقهم في الانترنت، وراهم يسرقوا الناس من الانترنت. لكن ما عدا فاتورة الانترنت، اذا سالتوني هل من الاحسن ندفع الفاتورة، نقول لكم لا تدفعوا في الوقت الراهن. ندفع عندما نرى أن الحكومة ستكون في خدمة الشعب وفي خدمة الوطن وفي خدمة الفقراء وفي خدمة الناس. هذه ليست حكومة، هذه عصابة، هذا ليس نظام، هذا فوضى. إذن اللي يحب أو يريد أو الناس تجمع على أنها ما تدفعش فاتورة الماء، فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، والبينالتي والتاكس والضرائب، ما تدفعوهاش.
بعث لي احد الاخوه من الرساله من سونيل الغاز هو، وقال لي بداو الناس ما يدفعوش من سونيل الغاز، احنا منين نخلصوا؟ اولا يا اخي هذا الموضوع ماهوش باش يعني اجابه ليه ولكل اخواننا اللي ربما يخافوا على مناصبهم وشغلهم. اولا هذا الموضوع مش باش يدوم اشهر، احنا نتكلموا على بضعه ايام كطريقه من طرق الضغط، لان الهدف ليس ان الناس ما يدفعوش ما عليهم من حقوق، وانما الناس ما يدفعوش باش يضغطوا على هذه العصابه. هذا واحد. والموضوع سيدوم ايام الى غايه ان تستجيب العصابه هذه الى الشعب. الامر الثاني، تخيلوا قعد شهر ولا شهرين وللاسف انت ما خذيتش الشهريه نتاعك الى اخره. يا اخي اذا انت ما خذيتش الشهريه نتاعك لمده شهر او شهرين، راهي ناس كي تتغدى ما تتعشاش، راهي ناس فقراء، راهي ناس تعيش الجحيم، راهي ناس اسر كامله مرات ممكن تشوف اللحم مره في الاسبوعين او في 3 اسابيع او حتى في شهرين. راهي ناس اولادهم مش لاقين باش يشروا الصبابط وباش يشروا محذي، يتقطع الصباط على الطفل ويبقى يمشي بيه، ومرات يتقطع السروال ويبقى يمشي بيه. مش كاع الناس صحيح، لكن جزء كبير راه يعاني، وخاصه في المدن الداخليه. راهي ناس تموت من البرد، مش لاقيه كيفاش تدفى في الليل في هذا البرد، خاصه في الاماكن اللي هي جبليه وقرى. اذا انت ما تقدرش تصبر على شهر بدون صالير، راهي ناس تموت في البحر، راهي ناس صبرت سنوات طويله بدون عمل، راهي ناس صبرت سنوات طويله بدون زواج. كاين نساء يفوتهم قطار الزواج نهائيا، لانها توصل 40 سنه 42 سنه وما زال ما عندهاش زوج، معناها عمرها ولا تقدر تكون ام. فلازم ما نشوفوش في هذه المعركه، ما نشوفوش لمصالحنا الخاصه. هذه معركه وطن، معركه شعب، معركه امه، معركه بلد. ما هيش على جال دينارات هنا او منصب هناك او مكان هناك، يضحي به اذا لزم الامر. الناس ضحات باكثر من ذلك، شهداء ضحوا بانفسهم واسرهم. لكن للاسف بعد الاستقلال كثير من الشهداء لما ماتوا نساهم دارهم يخدموا دي فام دو ميناج، يعني العصابه المجرمه اللي احتلت البلاد ابتداء من 62. اذا اخواني اللي راه يشوف باللي ممكن يتاثر من هذه الاضرابات ما تشوفش الجانب الشخصي تاعك فقط، شوف من جانب عام، شوف من ناحيه اكبر كيف يكون الامر. لانك انت كي تستفيد تخسر شهر او شهرين ما تديش الصالير مثلا، برغم ان سونيل الغاز ما تخلصكش من الاموال اللي تاخذها. سونيل الغاز راه يتخلصك من ميزانيات اخرى، وميزانيات في الغالب تكون لمده سنه. لكن حتى لو افترضنا ما خلصش ولا صار مشكل ولا تاثرت به هنا او هناك، او انت تاجر ما راكش تبيع الان في السلعه، او شوف المنظور العام، المصلحه العامه. مره نسوي المصالح الخاصه يا اخواني. انا متاكد ان الاغلبيه راهي تنسى المصالح الخاصه، لكن بعض الناس سامحهم الله ما زال بالنسبه له هو لو كان تروح تمس مصلحته بشعره يبكي. راهي البلاد كلها تغرق، لو كان نخلوا هذه العصابه ستغرق البلاد. بعد قليل ان شاء الله سينضم لنا اخونا رشيد عوين باش يحدثنا على قضيه الغاز وقضيه تهريبه الى الخارج، وهو في الحقيقه كان احد مفجري هذا الموضوع نتاع الغاز قبل عده سنوات وسجن بسبب ذلك الى اخره. فبعد دقائق ان شاء الله سينضم الينا هنا، ولا راح اسمع فيها اخ رشيد بعث لي رساله بلي راك موجود. أنا شوف فيه سؤال: ما علاقتك بالفيس؟ أنا شوف علاقتي بالفيس إلا أنهم مظلومين، ظلموا، تحقروا، كذبوا عليهم كما يكذبوا علينا وإحنا حيين، لكن هم كذبوا عليهم وأكثرهم كانوا في السجون أو كانوا هاربين. وما كان ذاك الوقت لا فيسبوك لا تويتر لا يوتيوب لا والو، والناس تسمع البروباغندا قاعد سنين. وهي البروباغندا الفيس ربح انتخابات 91 وداروا عليه انقلاب، وانقلاب على الشاذلي، وانقلاب على الدستور، وانقلاب على البرلمان اللي كان قائم. وموش برك داروا هذه الحاجات، وراحوا خذاوا جماعه الفيس حطوهم في السجون، وكان اللي حطوهم في الصحراء، وكثير منهم ماتوا بالامراض الى اخره. مع ذلك انا لست من الفيس، لم اكن يوما ولن اكون يوما، ولست الان من الفيس. لماذا؟ لان هذا خياري، هذا خياري اني نكون في منظمه معينه او في تنظيم معين، ما نكونش في تنظيم اخر. والفيس له رجال وله نساء وله افراد الى اخره. لكن انا لست مع الفيس، لم اكن يوما ولن اكون ابدا.
أنا أدافع عن المظلوم. أنا حينما أدافع على الإنسان الجزائري ما ننظرلوش لونه أو شكله، ما ننظرلوش لغته، ما ننظرلوش إلى أفكاره ما ننظرش لهذه الأشياء حتى كي يختلف معي في الأفكار السياسية. أنا أدافع على المبدأ، أنا أدافع على الإنسان كإنسان، من حقه أن تكون له أفكار، من حقه أن تكون له آراء، من حقه كل هذه الأشياء. طبعا هذه الأشياء مرات كاين الناس ما يفهموهاش. هو يدافع فقط مع أصحابه اللي يمشوا عقليته كما هو، اللي على نفس العقيدة نفس الإيديولوجيا فقط. لكن المبدأ الإسلامي والعقلاني هو أنك تدافع على خصمك كما تدافع على صديقك إذا كان خصمك مظلوم. مع ذلك الفيس ليسوا خصومنا، هم إخواننا، والأفافاس ليسوا خصومنا، هم إخواننا، والأرسيدي ليسوا خصومنا، هم إخواننا. نختلف معهم، نختلف في أشياء. عندما وقف الأرسيدي مع الانقلاب كنا ضده. الآن الأرسيدي راهو مع الشعب، نرى ذلك جيدا. عندما وقفت حمص مع الانقلاب كنا ضدها. إذا تقف مع الشعب نكون جيد. احنا الهدف أن الناس ترجع إلى الطريق الصحيح، ماهوش أننا ندخل في خصومات وفي صراعات وفي انتقامات، لا. والعقلية اللي هي عقلية انتقامية أو إقصائية راهي ما تروحش بعيد. العقليات العنصرية ما تروحش بعيد نهائيا. ليكن هذا واضح. أنا التنظيم الوحيد اللي أسسته مع إخواني، شاركت في تأسيسه، هو حركة رشاد. وحركة رشاد لديها أفكار متقدمة جدا في كثير من القضايا. والناس اللي يعرفوا حركة رشاد ويعرفوا قيادتها أساسا يعرفوا الأفكار التي لديها الشعب الجزائري وكم هي متقدمة جدا. وبالمناسبة راهم الأغلبية، إلى مش كل قيادة حركة رشاد، راهم أصلا لا يطمعون لا في حكم ولا في سلطة أصلا يعني، وإن كان من حقهم ذلك. أما بالنسبة لي فأنا قد أعلنت ذلك وقبل عدة سنوات أني لست مهتم بالسلطة وبدنيا الناس. هل دخل معنا الأخ رشيد أم مازال؟ رشيد عوين سيدخل معنا المفروض على الفيسبوك. نظن كنت شفته قبل قليل لكن راح رسالة بسرعة. طيب خلينا في هذا الوقت نشوف رسالة أو رسالتين من عند إخواننا نجاوب عليها. هناك أسئلة كثيرة لكن خلينا نشوف الآن أسئلة. pas de négociation possible avant le départ de tous les généraux mafieux. شوف هذا الموضوع تاع لي نيغوسياسيون هذا، احنا قلنا أن إذا كان فيه أي تفاوض مع النظام هذا لا يكون من أجل ندوتهم، حكومتهم، مشاريعهم. أي واحد يشارك معهم في المشاريع سيعتبره الشعب خائن، سيعتبره الشعب خائن. إذن ليكن هذا واضح. خلونا راهو هنا درك نحاول ندخلوا معنا إن شاء الله. هذا بالنسبة أما إذا كان من أجل، للأسف مراشي. عاود ادخل أخ رشيد، عاود ضع رسالة من فضلك لأن هذه الرسالة مراشي تمشي. إذن ليكون واضحا أن التفاوض يجب أن يكون على رحيلهم وليس على إعادة إنتاجهم، على الريسيكلاج تاعهم. واللي يتفاوضوا معهم كما قلنا احنا ما يهمناش من يتفاوض، يهمنا فيه أن يعودوا فيه دي كريتير. من أهم الكريتير هذا الناس تعرف عليه الصدق، تعرف عليه المصداقية، الانتجريتي، تعرف عليه الذكاء، ما يكونش غبي، تعرف عليه أنه ما شاركش معاهم في النهب، تعرف عليه أنه ما شاركش معاهم في التسعينات في الدماء، إلى هذه الأشياء يعني كأشخاص. وتعرف عليه أنه مش راح يخون الشعب، لأنهم هما يعرضوا عليه هنا أموال ولا يعرضوا عليه حاجة هي ولا، يكون متأكدين الناس منه أنه هذا ما يقدرش يخون الشعب. وطبعا مش لازم يكون واحد، يعني لازم تكون مجموعة، باش إذا أخطأ واحد أو ما عرفش يتفاوض أو الآخرين يكونوا معاه. وحتى مع هذه المجموعة اللي تتفاوض لازم يكونوا عندها مجموعة أخرى معها يكونوا كمستشارين متخصصين. مثلا لو افترضنا أن 3 سيتفاوضون باسم الشعب الجزائري مع جماعة الجنرالات، لازم يكونوا معاهم مجموعة من المستشارين اللي يقدروا يستشيروهم. وش رايكم في هذه النقطة؟ وش رايكم في هذه النقطة؟ هل ممكن نقبل بهذه؟ يعني يستشيروهم، ويبقى القرار لهذه 3 وهذه 5 اللي يتفاوضوا مع الشعب، مع الجيش، مع الجنرالات. والجيش جيشنا، الجيش هو في حد ذاته يحتاج لمن يدافع عنه، من يتفاوض من أجله. إخواننا اللي خاصة من رتب الدنيا والبسيطة
معاناة رهيبة ورهيبة جدا يعني، وأنا عايشها معهم مرات يوميا، وقعدت سنوات وهم يرسلوني، وأعرف تفاصيل ما يجري في الثكنات يعني شيء مؤلم والله يا إخواني. والله يا إخواني في بعض جنود إخوانكم على الحدود، خاصة على الحدود يعني، يقعدوا أشهر وهم يشربوا في الماء تاع الستيرن المصدي، ويقعدوا مرات أيام طويلة وهم يأكلوا في الخبز اليابس، أو يجيبوا لهم أكل هكذا تعبان. وكاين في أماكن، خاصة في الأماكن تاع الحدود المنقطع، ينساوهم مرات، حتى الناس تبدأ تدي لهم الماكل. وفي مناطق أخرى المهربين يدوا لهم الماكل. طبعا إذا كان حارس الحدود جايع والمهرب يجيب له الأكل، هي يعطي له الأكل ويقول له روح دير واش تحب. جايع جماعة الدرك اللي في الحدود في تونس وفي أماكن معينة يجوعوا أحيانا، ينساوهم ما يدلهمش الأكل. سمانة اللي فيه تسيب، في فوضى عارمة، والجماعة قاعدة غير تنهب. خاصة هذا من اللي جاب القصير هذا، يعني القصير هذا ذاك راهي الملفات اللي راهي تصلني عليه شيء مهول. كان تصلني من قبل، لكن الفترة الأخيرة هذه وبالدلائل يعني كان ما يتوقفش على لأن راه واحد من أكبر الخبثاء الآن في المجموعة اللي راهي تريد الدفع إلى حتى الصدام. كان ما يتوقفش هذا بالقصير، رانا نضطر نحط له كل وثائقه في الانترنت، وماهيش وثائق مفبركه كما راكم ديروا نتوما، ماهيش فيديوهات مقطوعه ومفبركه، ماهوش كلام نتاع فارغ. اليوم كلمني واحد من الاخوان كان منزعج، وراجل يحبني كثير ويقدرني كثير الى اخره، قال لي يا استاذ راهم يقولوا باللي كنت تبيع تاشيرات في ليبيا، هذو مجانين. انا كنت عايش في ليبيا وانا نعرف اللي عاش في ليبيا، واصلا الجزائريين يدخلوا الى ليبيا بدون تاشيرات. فانا كنت نضحك، قلت له خليهم يقولوا يعني. قال لي لكن هذو راهم ممكن يغلطوا الشباب الصغير وممكن يغلطوا كذا. قلت له خليه الشاب الصغير اللي عنده عقل راهو يجي ومن بعد يبحث على اسمي، يروح للانترنت، يشوف اليوتيوب، يشوف الفيسبوك. خليه الذباب الالكتروني هذه خدمته، والان ذباب محلي وذباب مستورد. وبعدين قال لي يا اخي انت اصلا ما كنتش في القنصليه. قلت له بطبيعه الحال ما كنتش في القنصليه، معناها لا علاقه لي بالتاشيرات اصلا لو كان كاين تاشيرات. قال لي من بعد زاد اضاف، قال لي بصح راهم يقولوا كان يبيع في لي ريزيدونس. قلت له ريزيدونس تاع واش؟ قال لي تاع ليبيا. وانا واش دخلني في لي ريزيدونس تاع ليبيا؟ يا سفهاء، خلوا ما تتلعبوش بعقول الشباب، لانه باختصار بسيط هذا الذباب الالكتروني يطلق في هذه الاشياء. انا تحديتهم لعده سنوات. اذا كان هذه العصابه لم تستطع ان تتهمني في 24 سنه وانا احارب فيها وبشراسه حقيقيه يعني، لم تستطيع ان تتهمني باي شيء. وقلت لهم شحال مرات على الفضائيات، على اليوتيوب، على الفيسبوك، اذا عندكم اي تهمه جيبوها، خرجوها وديروها رسميا، اعطوها للنائب العام وقولوا نتهم فلان الفلاني بهذا. يلا إذا عندكم أي شيء. طيب يا ذباب، إذا كانوا أسيادكم كبار الوزراء وكبار الجنرالات ووزير رئيس الحكومة وهم يعرفون المعركة اللي بيني وبينهم منذ 24 سنة، لم أتوقف يوما واحدا، ما استطاعوش أن يديروا لي أي تهمة من تحت أي كذبة، ما استطاعوش. هاني الآن نقول لهم يلا إذا عندكم أي حاجة خرجوه، قولوا في تلفزيوناتكم، في جرايدكم، في مواقعكم، قولوه. ما يقدروش لأن ما عندهمش، مش برك ما عندهمش، ويعرفوا الكفاءة الدبلوماسية نتاعي المهنية كي كنت في المنصب. بل على ذكر ليبيا، يتذكرني الآن من حين لآخر يبعث لي واحد من السلك الطبي اللي جاوا في 94، كانوا أطباء، كانوا دي سبيسياليست، كانوا دي باراميديكو، كانوا ممرضين ممرضات، وعرفوا كيفاش وقفت معاهم وكيفاش وصلتهم إلى مناصبهم وخذوا مناصب في ليبيا. كانوا عدة، تقدر تجاوزوا 100، كانوا عدة عشرات. يتذكرونني، كثير منهم يبعث لي رسائل يقول لي والله ما زلنا نتذكرك بعد 25 سنة. وحتى الحجاج اللي جاوا وحجوا من ليبيا في ماي 94 يتذكرون يعني كم فعلت وماذا فعلت. وصلت إلى أني جبت 3 بواخر، وهذه قصة كاش نهار نحكيها إن شاء الله. 3 بواخر من عند الليبيين، لأن المصريين قطعوا الحجاج الجزائريين المرور، فبقاو أكثر من 3000 حاج جزائري مترامي في
في الساحة الخضراء آنذاك كانت تسمى الساحة الكبرى في ليبيا، الآن سيسموها ساحة الشهداء. وقالوا لهم ما فيش، المصريين قالوا لهم ما يفوت ولا واحد لمصر، انتم إرهابيين. وطبعا النظام كان بدأ يطلق في كلمة أنه قد يكون فيها إرهابيين قد يكون. وشافوا الإخواننا الحجاج، واللي يتذكر ذلك أنا متأكد راه بعض منهم يتذكر ذلك أو أولادهم، أو كيفاش عملت المستحيل باش خليت يحجوا أكثر من 3500 واحد عبر 3 بواخر راحت من طرابلس إلى إزمير، إلى أني متذكر جيدا يعني إلى تركيا. هاو الناس تتذكر الأشياء. أنا قمت هذه الأشياء اللي أنا أعتبرها أولا مهمتي، ثانيا خدمة لإخواني، ثالثا عندي ضمير هو اللي يحركني وما نخليش الناس تتعب. ومش راح نحكي على نفسي، لأن أصعب شيء على الإنسان الصادق أنه يبدأ يحكي على نفسه، أصعب شيء، أو يزكي نفسه. فحبيت برك نقول للذباب الإلكتروني اللي راهم يطلقوا في الإشاعات وبشراسة وبكلام وبفرح، هذا راه لا يؤثر فيا، راه فقط يزيدني يقينا ورسوخا وقوة في مواجهتكم. وكثر الله كثر خير إخواني، راهم كثيرين راهم يردوا عليهم بالفيديوهات وبالكتابات. إخواني ردوا عليهم أنتم إذا حبيتوا، لكن أنا من فضلكم ما تطلبوش مني باش نرد على الذباب الإلكتروني. أنا نواجه أسيادهم. ودائما تذكروا كما قال الرجل العظيم عزت بيغوفيتش: جفف المستنقعات يختفي الذباب وتختفي الحشرات. حينما سنجفف الجزائر من هذه العصابة سيختفي الذباب الإلكتروني والذباب غير الإلكتروني، سيختفي، يعني هؤلاء مرتزقة فقط. للأسف يبدو أن أخونا رشيد ما قدرش يدخل، إن شاء الله ندير بالك معه موعد إلى غدا، رانا ديجا فات 37 دقيقة فأعطلت قليلا. يا إخواني السلام عليكم، وبعثوا رسائلكم ونحاول أن نرد عليها إن شاء الله قدر ما استطعت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.